ايه الأسوأ في الزراعة؟ زراعة الصيف ولا زراعة الشتاء؟ من المتعارف عليه ان افضل وقت هو زراعة الميدي سيزون، اللي هو الوقت اللي هو لا حر قوي ولا هو برد قوي، شهور مثلا 3 و4 في بداية الربيع او شهور 9 و10 قبل الجو ما يبرد جدا. طب لو هزرع فسايل ولا لو هزرع بنت جورة ولو هزرع أنسجة وفي باقي شهور السنة، ايه الحاجات اللي لازم اخد بالي منها؟ بالنسبة للنخل شغال زي اللي بنطلعه في مشى الخليج، سواء أنسجة او بنت جورة ومش لسه بيصبع او لسه بيشعر، فده بنزرعه عادي ما بيهمناش في اي وقت في السنة. لكن عادة بنصح اللي هيزرع فسايل بلاش زراعة بداية الشتاء، الجو بيبقى برد والنبات في طور السكون وامكانيته على ان هو يكون جذور في الفترة دي صعبة، بالاضافة ان مكان القطع من الام بيبقى لسه فريش وبيقعد فترة كبيرة قوي في التربة وفي ميه حواليه، فده بيعلي نسب الاصابه الفطريه جامد قوي وبيعلي نسب الفقد جامد قوي. ولو هزرع في الصيف في اماكن شديده الحراره، خاصه في الاماكن الجنوبيه، الواحات والفرافره والخارجه والداخله وباريس والحتت دي، بيبقى لازم النبات يكون متقسي ويقدر يتحمل درجه حراره زي دي. ما ينفعش اخده مثلا من صوبه درجه حرارته 30 واروح ادخله في درجه حراره 50، او اخدها مثلا من جنب الام تكون مش متعوده على درجات الحراره دي ولا لسه جاهزه بمجموع جذري كويس. ونسبه الفقد طبعا نتيجه الحراره العاليه نسبه فقد السوائل والملح عاليه جدا، فطبعا في الحاله دي انا برفع نسب الفقد جامد قوي. فنصيحه تزرع نخل شغال ومتقسي ومجدر زي شغل مشتل الخليج، يا تزرع في شهور 3 بقى و4 و9 و10، وبرده لازم تكون عندك تقبل لفكره ان في نسبه فقد هتحصل. المهم اتمنى اكون افدتكم، لو في عندكم اي استفسارات كلمونا او ابعتوا لنا على الصفحه او على الواتساب وان شاء الله نكون في خدمتكم. يلا مش هطول عليكم اكتر من كده، اي خدمات. السلام عليكم.